السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي عزيزاتي سادتي وأنساتي وسادتي، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا مليح. بدنا نفوت بالموضوع دغري، لا حم ولا دستور ولا مقدمات ولا شيء. تعرفوني ما أحبش المقدمات، أنا المقبلات ما نحبهاش. المقبلات تعجبنيش. في قنوات تفرض احترامها وتشدك، بتشدك تسمعي لها وبتشدك، وجبري عنك تحطي لايك حتى لو ما تعلقي. بصراحة عالم منا اللي هي بنت أخوه مغتربة بوردو. ما حنحكي عليها كتير غلط يعني، لأنه أول ما بدينا ببنت أخوها، وبنت أخوها بنت متربية وبنت محترمة وشكرا لشيماء أمها، مدام شيماء اللي ربت هيك بنات. بصراحة قمة الرقي، من قمة الأخلاق. ولما تحكي بتشدك بالحكي، وتقعدي تسمعي، تقعدي بتقولي هاي البنت، هل هذا الشبر من هاك الأسد؟ هل هذا الشبر شو بيقول نسيت. بنت متربية ومحلاها. ولكن أبوها لمح كتير. أبوها أخوه مفترية فرنسا، لمح كتير إنه التربية وشد وأصر على التربية. أنا ماني معك بها بصراحة. لا نتهموا الوالدين، ياما شيوخ جامع ونسوانهم حجبة ومحترمة ولابسة المنديل ومالهم، والناس كلها تشكر فيهم، وابنهم مجرم أو بنتهم بمكان مش كويس. ياما ويقلك لازم تطلع بيضة حارمة بكل البيضة. الدجاجة مو عندها كم من بيضة، بتطلع واحدة اثنين منزوعين. لا علاقة الأم والأب يا جماعة، لا تتهموا الأم والأب بالتربية. أنا معك، تربي الناس بما يرضي الله، ولكن سبحان الله انت مركز كتير انه التربية من الاب والام. وفي مثلا اذا انا عطيت، انت لمحت لاختك انه جوزها الغلط كله على جوزها ابو بريس، الغلط كله على جوزها. انه لما وحدة لما تعطي بنتك لحدا، والحدا هذا متقي الله وتتعلق فيه هي وتحبه، اذا بيقلها ابيض ابيض اسود اسود، ما تحكيش مع اهلك، ما تحكيش. لا 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 لا, لا. اختك مفترية فرنسا قايلة للسقوط، قايلة للسقوط من قبل جوزها. صح جوزها نس، ابو بريس نس، غضا نس، وشيطان يمشي على رجليه بصراحة، هو وعائلته ما ترتاح لهمش نفسيا أبدا. بصراحة بكتئب منهم هاي العائلة، ونفسيتي ما ترتاح لهمش. ولكن كمان أختك مغتربة فرنسا من الأول هي طول حياتها غلط، من قبله. هي من اللي هربت مع جوزها الدرزي اللي هو لا دي يعني ما يقربها بالتناسب، يعني هو لكم دينكم ولي ديني، بعيد عليها بكل شيء، يعني لا نفس الدين ولا نفس الملة. غضبت أمها، لا علينا، ما علينا بماضيها، بدنا نحترم هذا الفيديو، ما رح نحكي عليها بالغلط. بعدين كان لسه جوزها بيسمع كلمتها، واللي بدها اياه هي بيصير. قيمة جوزها صار عنطر عليها لما عرفت نقطة ضعفها بعد إسبانيا، وما بتقدر تبعد عليه. وقتها صار بيتخرين عليها. لما راحوا لإسبانيا وقالها انتي طالق، وراح لمصر وهيك، قالت له انت إذا رجل طلقني، وطلقها وراح لمصر. وقتها عرف نقطة ضعفها، كمشها منها، صار شايف حاله عليها. هاي المخلوقة ما بتقدر تبعد عني. ولكن هي من قبل مش متربية، ومن قبل بتكذب، ومن قبل راحت على السعودية. يعني كانت جديدة جوازها كانت جديد، يعني مو مأثر عليها كتير. لما راحت لعيلة أم بدر، الله يذكرها بالخير، وطلعت أسرارهم وحكت عليهم. هاي المرة اللي تدخل وتطلع أسرار بيتها ما هيش مرة. بعدين لا تقلي الجوز هو بيأثر، لا 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 لا، لو سمحت. هلا أنا جوزي يقلي ما تحكي مع أهلك، ولا ما تحكي
برد عليها، تصور أنا جوزي اللي ما تروحي عند أخوك، حتى إذا كون ما بروح عند أخي بدي أروح عند أخي، إذا أنا بكون مقتنعة ومقاطعته هذا أخي بدي أروح له. اختك لا بتعرف شو يعني صلة الرحم، ولا بتعرف احترام العائلة، ولا مربطها نظيف. اختك حلافة تزور وحلافة تمسك كتاب القرآن تكذب عليه. هاي الشغلة لا دخل تربايتها ولا دخل امها وابوها الله يرحمهم. هي البنت اختك مش مربية، اختك هي منه فيها مش مربية، ما تدخلش امه وابوها. هاي شيطان ساكنها ولا اعوذ بالله. اختك مفترية فرنسا، الجنة ما راح تشوفها. الجنة بفتي فيها الجنة ما راح تشوفها، لأنه بينك وبين الجنة كلمة حسبنا الله نعم الوكيل. إذا حدا قايل عليك حسبنا الله نعم الوكيل على حق، بحياتك ما تفوتي لها الجنة. وهي كم من حسبنا الله نعم الوكيل قايلتها فيها هديك تبع السعودية، المرأة المسكينة الانترانية ما أدري شو من وين، اللي تهمتها بالشواذ وتهمتها بالسحر وتهمتها، وهي مرة مسكينة فرحانة. هلا مثلي هلا أنا جارتي زمان جابت لي، قلت لها بدي صلي، جابت لي سجادة صلاة ولبسة كاملة حجاب، فرحانة. يعني أنا بقول هاي سحرتني ولا ما بعرفها، كنت والله لا بعرفها، ما بعرفيش كويس يعني، ما بعرفيش يعني، مرحبا مرحبا من بعيد. وكتير وقتها من الجيران جابوا لي سجادات صلاة وجابوا لي. لما واحد يسمع فيك بدك تأسلم ولا بدك تتحجب ولا بدك يحاول يساهم في فعل الخير في الدعاء، أنا لما بصلي على هالسجادة اللي جايبت لي هاي رح ينوبني، رح ينوب هالشي مني يعني، فعل خير. هي المرة هديك لما شفت الراجل جو مسيو بطيخ مبسمر اللي ماله علاقة بالإسلام أسلم، راحت مسكينة تجري حبت تفرحه بأي شيء إنه جابت له قرآن مترجم وهيك، تهمتها بالشواذ وتهمتها بالأسحار. هاي كان مش معها جوزها قال لها اتهميها بالسحر واتهميها بالهذا بالشعوذة، لا. مع الأسف اختك هي مفترية فرنسا، ما هيش متربية. وما رح أقول مش بنت أصل وبتأصل، لأنه بصراحة أنتم مبينين متربيين أنتم، ومش أنتم شيماء أم هيلا منا بنت ناس، بنت أصول مأصلة، يعني نيال قلبه اللي بده يتجوز وحدة من بناتها بصراحة. تسلم دياتك وجزاك الله كل خيرا. البنت منا، وحتى البنت الثانية الصغيرة لساتها صغيرة كيف تبوس ايد بابوها وكيف فهمتوا عليا؟ لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما دخل جوزها، هي شو إنسانة مش كويسة، إنسانة حاقدة، إنسانة ولساتها عم تكذب، ولساتها عم تكذب، ما تابت ولا اعتذرت. جيناها بكل، يا مخلوق اعتذري من المرة، يا مخلوقة الله صابب عليك غضب وانتي مالك حاسة، نحن حاسين. بما ان الناس كلها عم تاكل فيكي الله غضبان عليكي، بما ان الناس كلها ضدك الله غضبان عليكي. روحي اعتذري من المرة هديك. والاعتراف بالخطيئة فضيلة، كنا بنغلط ونعتذر، ما فيش ولا مشكل. هي لا لساتها راكبة عقلا، هن سحروها وعملوا لها السحر الأسود، ورايحة عند شيخ المصر، وراحت وأخوها من يعني شو ما كان غلطان ولا مش غلطان، قال بعزم اختي في رمضان. غلطان ولا مش غلطان، ما تطلعيش علنا وتقولي انا ما حبش السوشيال ميديا وانا حياتي خاصه. من حياتك انا حياتي انت خليتي في حياه خاصه، خاصة انت اذا تحكي على الشروخ لا احترمتي اخواتك ولا احترمتي اولاد اخواتك ولا احترمتي بناتك عادي شروخات مثلك. ما احترمتي حدا من عائلتك. تحكي على الشرخ ورايحة ضم وأعبط قبل رمضان والأولاد بالمدرسة و يعني ما احترمتيش حتى أخوك يتفرج عليكي هيك. لا العظيم أنا بكون ببيت أهلي ويكون عندي حدا بستحي بنام بغرفة نومي، بستحي والله العظيم تلاقيني نايمة بالصالون ولا بيكون عندي ضيوف ما بنامش بغرفة نوم. هي قالت لك رايحة أعبط وصلح الشرخ قبل ما يجوا الأطفال من المدرسة.
اختك مش مربية، واختك ما دخلش جوزها. ابو بريس شيطان بده مصلحته وبياخد منها في الفلوس لنقطة معينة، ولكن هو بيقولها لا تروحي ولا تيجي ولا تحكي مع أهلك. لا 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 لا، هي اختك قاطعة الأرحام، وربي سبحانه هو اللي مخليها هيك، مشان غضبه كله بينزل عليها لأن هي مغضوبة من الأساس. هي اختك مفترية فرنسا، هي مغضوبة من المغضوبة عليهم اللطف يا ربي. لا الأب راضي عليها ولا الأم راضي عليها ولا الأخوة راضين عليها ولا يعني أنا مثلا متعاركة أنا وأخي وعمل فيني عمايل يا أخي، أنا أخي أخذنا ورثتنا، أخي وقعنا كل واحد ومر منا كل شي بسيط واخذ هو الباقي كله. نقمت عليه حتى لو ما بحكيش معه. أي تمر لمن بالله أنا رايحة ضيفة وابني يعني أنا مرة متزوجة وابني وعايشة أعطاني بوكس دوخني خليني أسبوع ما بشوف. أعطاني بوكس، أخوك أكبر مني بسنة، أنا أخي مش بكتير. لما ضربني بوكس ما عاد شوف، ضليت اسبوع وانا نايمه. رحت اشتكيت عليه ولا اخوك بنتعارك حرار نحنا. بعدين عم تعطوا في رايكم انه هاي اللي اتخانقت هي واختها بالتغيير منها. مين قالكم؟ لا لا لا، مش موضوع غيره ولا موضوع الشيء، موضوع الشيطان حضر، اعوذ بالله منك يا شيطان. لا هو موضوع غيره ولا هو موضوع قنوات، وهن مشان يكبروا قنواتهم هن الاثنين، هاي غيرانه مني وهي قناتي كبرت وهي قناتي صغرت وهاي لا 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 لا. هذا الموضوع مش موضوع غيره ولا موضوع الشيء، ما دخلش الغيره. هذوما ناس من 3 سنين ياكلوا في بعضهم ماكله، لقوها حلوه هي الشغله، عم تكبر لهم قناتهم. اثنين اخواتي تعاركوا، وهي بتسقف لهاي وهي بتسقف لهاي، لقوا متابعين شي مع هاي وشي مع هاي وماشيين فيها جدبنة. ولكن توصل للضرب والهاد، توصل عادي، اخوات والضرب، اخوات وتعاركوا. الحق على اللي يصور ونزل على السوشيال ميديا على الاولاد، اولادها لحليمة هن المحقوقين وهن اللي غلطانين، الغلط ركبهم من سيسهم لراسهم، ولا دخل امهم ولا دخل ابوهم في التربيه. انا جوزي الدسوقي مشبعني، وانا جوزي الدسوقي مقنعني، وانا جوزي. قلت لك انا جوزك، وانا خالتك، هذيك خالتك وهذيك خالك، انا جوزك. مين جوزك انت بخالتك وخالك؟ ولكن الله يهدي، الله يهدي. الموضوع مش موضوع غيره، الموضوع مش موضوع غيره، الموضوع شيطان حضر، والمتابعين ما شاء الله بيموتوا على الفتنه، روح قلبهم الفتن. يا ويلي على المتابعين، يا ويلي. وبيجي يقولك تاكلوا في الحمى اخواتكم، تحكوا على اخواتكم، وهن وين يلاقوا مرقس ينزلوا يرقصوا فيه المتابعين، وين يلاقوا تك 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 تك, تك. اذا ما لقوا شيء يقولك احكي لنا على فلانه، احكي لنا على فلان. بيحبوا الناس، عجبتها الناس، تحب المشاكل وتحب. هو كل واحد لو بيتلاها باللي مصايبه وبظروفه وبمشاكله كان احسن له، كل واحد اللي فيه مكفيه، وكل واحد مش معصوم من الغلط. واذا بدنا ننقد حالنا ولا ننقد بعضنا كقنوات نقد، ولا كل واحد شو بده بيعطي رايه، بتلاقيه الغلط هو أكثر من هديك. ولكن هديك غلطه فيش مفضوح. نحن غلطنا بالتخبايا مثلا، كنا بنغلط وكنا هنا مع الأسف المتابعين كبروا براسهم. قنوات النقد شي مع هاي وشي مع هاي، ما فيش. خليكم حيادية. انتوا شو خسرتوا إذا تقعدوا حياديين؟ شو خسرتوا إذا أنا لاني مع هاي ولاني مع هاي بس ضدها؟ أنا لاني مع هاي ولاني مع هاي بس ضد الأولاد أنا، وضد رجال بطولهم بعرضهم بيتسبوا، بيتقال عليهم كلام وسخ، وبيتقشوا مكان راجل هاد مرت ناقضة ولا ناقصة ولا اللي هي فاتحة قناة نقد تطلعي تحكي على راجل. مين انت حتى تحكي على رجال؟ مالك مسيبة لراجل ولا مرة؟ مين ما كنت تكوني بصراحة؟ لا هم سايبين لرجال ولا نسوان؟ انتم مالكم بالمشكل؟ اخواتك انتم رايحين تعاركوا، رايحين يعني طبوا فيها تعموها. الناس فتانة، الفتنة أشد من القتل. هاي الفتن لما اشوف اخواتي يتعاركوا ما بيجي بسكر هاي فم هاي بسكر فم هاي وخلصوا كلوا هوا وروحوا مسحوا فيديوهاتكم وروحوا مسحوا صوركم اهدوا على بعضكم، بعصوا الناس كلياتها. اخواتكم الرجال مش عيب تطلع هاي وهاي وهاي تحكي عليهم، مش عيب. انا بقول لك يا حليمة ويا نزهة،
لو سمحتم اتقوا الله واهدوا، استهدوا بالله، استعوذوا من الشيطان الرجيم، ومالكم غير بعضكم. والله العظيم لو حدا تصير له شغله فيكم لا تركضوا على بعضكم، لو حدا يموت فيكم للثانيه تعض اصابعها ندى. طيب امكم المرأة الكبيره هديك الناس كلها تاكلها في لحمه وتقول ما عرفت تربي، وابوكم الناس كله عم بتقلك ما وكلهم في حجر وفلوس حرام، تسمحوا لوحدة الله أعلم قرعت أبوها من وين إن بتحكي على أبوكم على أمكم؟ تسمحوا؟ مرة كبيرة هديك لما تسمع هذا الكلام بلكي تنجلط وتموت، بلكي يطلع لها السكر ويطلع لها التنسيون وتوجهها فالج من الكلام اللي بيوجع، لأنه الكلام مش مثل اللي يحكيه مثل اللي بيسمعه. نحط حالنا في بقاطع. أعوذ بالله بعد الشر. أنا بيجي حدا الأولادي بيقول لهم أنتم أولاد حرام، ولا أنتم ما كليتوش في حجر أبوكن، ولا أنتم تربية فاسدة، ولا أنتم يلي بيكن يا كذا يا كذا يا كذا. إيش أنا ما بعرف شو بعمل الشخص التاني، ولا أنا بجي البنت بلا روحي ضربي خالتك. أنا في قنوات ما عاد فوت لها لما سمعتها بتحكي هيك، أبدا ما عاد فوت لها بجد. يعني في قنوات كنت بحبها بفوت لها لما سمعتها هيك مستواها تحكي لواحدة روحي ضربي خالتك ونتشيها وفرشيها وشرقيها وخلي أمك تعملها المحضر. ما شاء الله، الله لا يحطوكي بين حبايب، الله لا يحطوكي بين جمعة، الله لا يحطوكي. حسبنا الله نعم الوكيل، بجد حسبنا الله نعم الوكيل في كل حدا بيشوف اخوات بيطلعوا يهبطوا اخوات ضاربوا. ده مين انت؟ مين انت اللي تجبدي الراجل والمرأة والجدة والجد والدنيا كلها وفتحتي لي كباريه وتعيطي وتصرخي يا ولد يا ولد يا اللي انت عندك ما تروحش على الكراكون عندك فيش وين عايشين انتن؟ ايش الهم هذا؟ ايش هذا؟ بصراحة نحس في مستواي انهبط تحت الأرض. قسما بالله بحس حالي أنا بليش بفوت القنوات ها؟ أنا ليش عم فوت الناس تحكي هيك؟ أنا ليش عم فوت هيك؟ أنا ليش عم فوت عند الناس ها؟ أنا بروح القنوات النقد أنا، ولكن بصراحة ما شفتش ردح. أنا مصرية ما شفتهاش بتردح ولا تسب ولا تحكي كلام سوقي ولا أحم تنقد ناقدة. بارون سيهي ما عندهمش الأحي والشي والكلام معوض بالله من شو هاد. والله العظيم بخبي في تليفوني أنا من بنتي وبركض بقول بتكبر بتعرف هذا، هي هلا ما تعرف هذا الكلام ولكن بتكبر بتصير تعرف. بتحكي عربي بأمها بتحكي عربي إجباري بدها تعرف هذا الكلام. اتقوا الله. بالنسبة مغتربة فرنسا، مغتربة فرنسا هي حالة شاذة. إذا هي لهلا عم بتقلك مسيو جوني جهة المساعدات الدولة وافقت رح يعطوها نص المعاش للشغالة، على مين عم تضحكي؟ فرنسا مجبورة تعطيه المعاش كامل للشغالة للمساعدة اللي هي ممرضة وتعطيه وبعدين مسيو جوني بدك تقنع الناس انه ما عنده بيت. اتقي الله، حسبنا الله نعم الوكيل فيكي، اتقي الله. انت المتشردة اللي راح تنظفي في البيوت على قولتك انت، يعني ما جينيش نحن، انت بتشتغلي في البيوت شارية بيت طول وعرض بهذا ملايين ملايين، وهو ابن البلد اللي عمره في بالمئة سنة ما عنده بيت ملك. على مين عم تضحكي؟ على مين عم تضحكي؟ حرام عليك، اتقي الله. لك حاجة كذبك مفضوح، حاجة شحادة، حاجة الفيديو كل يوم عم تنزلي فيديوين 3 عم بيجيبولك بلاوي زرقاء فلوس. اتقي الله في الناس يا حاجة تكذبي. باقي من بقية أهلك مسيو جوني روح اتقي الله في أخوك وفي عائلتك، في فلان وفي فلتين وفي فلتين، ولا هيتيلي بالشروخة ولا هيتيلي. لك انت 24 ساعة حتى قناة جوزك اللي هو 4 سنين جوزك حطت له قناته على المنتدى من اللي فتحت بنت اختك اللي هو اخوكي 50 سنه هلا ولا 60 سنه اخوكي، ولا مره حطيتي قناته على المنتدى، ولا مره قلتي فوتول، ولا مره شجعتي بنت اختك ابدا، الا تحطي في صديقتك بطه وامها وتحطي في ابو بريس. حطيتي اخوكي هاي سيرة الرحم
أنا لما بكبر أقربونا أولى بالمعروف، ما بروحش للناس التانية بكبر لها قناتها، ولا بقول المتابعين روحوا لهم، ولا ماليش دعوة فيهم. مين جوزي 4 سنين جايبة منه أولاد؟ أنا جوزي اللي عملت له قناة أخذها عملها باسم أولاده، جوزي اللي جو درعين أخذهم كلهم هربهم، جوزي اللي ما خلى لي ماكينة حلاقة بالبيت وأنا برحت وهو أخذ ملابسه كله ونزل على مصر. أي جوزك هذا؟ أي جوزك يا جماعة؟ قسما بالله مللتونا، قرفتونا، كرهتونا. منا أنا منا بنت كويسة، عالم منا بنت تبارك الرحمن، ونياله ويا نياله اللي بده يحطها في بيته، وقديش مرضي وقديش مدعي خير. هي واختها مربيين مربيتهم شيماء امهم، مربيين متقين الله. البنت شو بتعرف تحكي، قديش تعرف تحكي، قديش كلامها نظيف وسلس وإيمان كله. وأبوها، ولكن أبوها بيدافع على أخته مسكين بأي طرق، إنه أبي عارف يربي، أمي عارفة تربي، بس أختي بتتبع في كلام جوزها. يعني هو هيك بده يوصل المعلومة إنه أختي بتتبع في كلام جوزها، واللي بيقلها جوزها بتعمل. لا 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 لا، أختك هي مغضوبة وما دخلش التربية هاي، ما دخلش. ياما الأب والأم الجامعة ما بيطلعوا، والولد ولا البنت من الكباريه ما بيطلع. أنا شفتهم بعيني، ما حدش قال لي. الأم صلاة وعبادة، والأب الشيخ جامع، والبنت هربانة من أهلها تشتغل في الكباريات. لا علاقة الأم والأب يا جماعة، ولا علاقة. ورجاء لا تدخلوا الأم والأب في كل شيء. هاي التربية، هاي أصل ما تفصل. هاي إذا أنا عم شوف في قنوات لا تستحي لا من أمها ولا من أبوها، وأبوها لا من أخواتها رجال ولا للشي، وتحكي بالشين والسين والحين والهاد وعلنا. يعني لما أنتم مربيين كتير ما شاء الله، ليش عم تحكوا هاي الألفاظ وأنتم عائلتكم؟ أنا يا جماعة بحكي، تعرفوا ليش بحكي؟ أنا جوزي ما بيفهم عربي، وامي ميته، وابي ميت، ومالي حدا، واللي بعرفهم اقربائي من بعيد لا عندهم يوتيوب ولا يسمعانين فيه اليوتيوب. انا بنت ريفيه من الريف، ما يعرفوش اليوتيوب وهي القصص، ما يعرفوهاش. حتى من فيسبوكي ما عندي ولا حدا. كان عندي يمكن 2 أو 3 بنات عم ابي مدري من وين، عملت لهم بلوك على الفيسبوك. ما عندي حدا انا على السوشيال ميديا. واللي هذا بلطش لي ساعات كم من كلمة، بلاقي ما حدا فهمان عليا من عائلتي اللي بتخصني، يعني بقول كم من كلمة يعني، ولو انه متابعيني فيهم بنات بيوت بصراحة، وفيهم يعني. وبدي أبطل هالكلام الألفاظ السوقية، بدي أبطل، والأرزاق بيد رب العالمين. أنا والله العظيم لما بنقد حدا أو بحكي على حدا، مو مشان المشاهدات، الله شاهد علي، الله شاهد علي، مو مشان المشاهدات. أصل أنا أربحي واقفة، مش مشان المشاهدات ولا مشان الدولارات، ولا كل واحد تقول لي قابضة غاش قابضة، يقبض بمخك إن شاء الله. لأنه هاي استفزتني. أنا نقة مغتربة بوردو، كنت مش لاني معها ولاني ضدها، ولكن كنت بقلدها طريقة ماكلة، لأنه قلت هلا هاني بلشت ما تتصلح، غيرت الكيسين هدوك، حطت أطباق حلوين، برافو، حلو التغيير. 100 مرة بطلب إلا اتقي الله وروحي اعتذري بهديك المخلوقة، انت فضحتها علنا، اعتذري منها علنا قسما بالله، لأن الناس كلها تصفق لك. والله العظيم لو تعتذر منها وتقول حقك علي، أنا غلطت وأنا فهمت غلط وش ساعة شيطان والله العظيم لا تشوفوا حياتها كلها تتبدل. ولكن هي مصممة، والآخر لحظة قلت لك أنا مسحورة، عملوا لي السحر الأسود. مين حيعمل لك السحر الأسود؟ مين هل بده يخسر عليكي ليرة مشان يعمل لك سحر؟ ولا يعني شيء مقزز كلامها، مش مقنع كلامها. مقنع لمين؟ للناس الهبل، الناس اللي على فكرة مشاهداتها نزلت كتير. مغتربة بوردو مشاهداتها نزلت، وناس ما عاد طايقتها، وناس ما عاد حبتها، لأنه عم تكتشفها شوي 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 شوي. كشفوها خلص اكتشفوها. هي أصلا مشاهداتها عم تشتريها، ممكن عندها ريسيفر بالبيت، لأنه هي زيادتها، هي قناتها هي وجوزها مش للي هيك، عندها ريسيفر بالبيت عم تزيد لحالها وتظبط حالها. أه هاي إنسانة غضب الله نازل عليها. الإنسانة اللي تشتغل بالبيوت، تعمل كم من بيت وتعمل هاد كله، هاد مش رضا الله ولا كرم، لا 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 لا.
جابته بالنصب والاحتيال. انتم تعرفوا انه فلوس الملحدين حرام تاكلي فيهم تاكلي فيهم اولادك. هاي راحت على محارق الملحدين وقالت لك الله يرحمه وتصور فيها شو الريحه شو عم تشموا حتى هاي شو بدها تقدم لنا؟ هاي بقول لك شغله منها وابوك يتبروا منها، والله العظيم يتبروا منها ونسوها انسوها اصلا، ما عاد لا تلمحوا عليها ولا عاد تجيبوا سيرتها، وعاد مثل ما هي قطعتكم اقطعوها. هي اللي بلشت بصله الرحم قطعتها، هي اللي بلشت تقطع في صلة الرحم. ولهذا انتم الناس محترمة، ناس بحالكم، ناس ما أحليكم، الله رزقكم بدونها هي ما شاء الله، ناس ما فايتت لكم مشان تقربوها لهي النقطة. شوفوا مشاهدتكم بالنسبة للعدد اللي عندكم كتير ما شاء الله، وانتم أحسن منها. ليش؟ هي الناس الناقدين بيفوتوا يعدوا لها بس مشان يركزوا على الكلمة اللي بتقولها، انتم الناس فيتلكم تقعد تتسمع فيكم، خاصة كلامكم وتشدوا بصراحة، ومحتواكم نظيف نظيف. يعني واحد هيك بده ينظف هيك شوي بيروح القنوات هيك اللي بتقدم شيء يرضي الله، يرضي الله، بتقدم في شيء شكرا والله يجزيكم الله خيرا، لأنه اليوتيوب صار كتير بصراحة معفى، خندق قسما بالله، ولا عم بتلاقي الشيء هيك بيسر القلب والخاطر، والله قليل جدا 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 انك تيجي قدامك قناة من كثر القنوات اللي تشاهدهم الناس بيجوا قدامك، بس القنوات المعفنة بيجوش قدامك هيك القناة اللي انا صرت بروح على التيك توك، والله على التيك توك عم شوف في قنوات كلها قرآن وكلها ذكر فوزي تحكي بالقرآن انت ماكش متحجبة. مانيش حتحجب، انا مانيش حتحجب. يلا بحبكم قد الدنيا، باي باي حبيباتي، شكرا لكم جزاكم الله كل خيرا، لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، شكرا لكم.